ثورة الملك والشعب عنوان يختزل نضال الأمة للتحرر من نير الاحتلال. ففي 20 غشت من عام 53 900 وألف استيقظ الشعب المغربي على خبر نفي جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وأسرته الشريفة من قبل السلطات الاستعمارية. نفي أرادته فرنسا إخمادا للكفاح الوطني، لكن موازين القوى انقلبت باندلاع ثورة عارمة توجت محطات سابقة من النضال. تمت المطالبة بالاستقلال منذ سنة 44 900 وألف، إضافة إلى خطاب طنجة، إضافة إلى كون سلطان محمد الخامس لم يقم بالتعاون مع سلطات الحماية سنة 49 حينما قدموا له طلبا كي تكون هناك إدارة مشتركة. إضافة إلى هذا أنه في سنة 51 رفض التوقيع على العديد من الضرائب التي كان سلطات الحماية تود توقيعها، وهذا ما دفع سلطات الحماية إلى الشعور بكونها لم يعد مرغوبا فيها بالمغرب. ملك شهم ضحى بحياته وبعرشه من أجل قضية آمن بها. ذكرى ثورة الملك والشعب بمثابة درس في المواطنة عبر من خلالها المغفور له محمد الخامس عن مدى ارتباطه بالأمانة التي في عنقه، ناضل من أجلها. نضال وثورة مباركة سقط خلالها مئات الشهداء والجرحى، ووحدت مختلف أطياف الشعب المغربي شمالا وجنوبا وراء رمز الأمة، فلم يكن من خيار أمام سلطات الاحتلال سوى الرضوخ لإرادة العرش والشعب بعودة السلطان المجاهد وتحقق النصر المبين. وانتقلت شرارة هذه الفرحة وهذه الثورة الكبرى حتى للأقاليم الصحراوية التي كانت ترضخ تحت الحماية الإسبانية، فانضمت إلى إخوانها في شمال المملكة وعبرت عن رغبتها في عودة الملك وعودة المشروعية والمطالبة بالاستقلال والوحدة الترابية. ويمكن أن نستخلص من هذه الثورة أنها لم تكن مرتبطة بفترة زمنية، وإنما هي ستظل مستمرة مع الشباب المغربي الوقت الراهن في إطار التنمية الشاملة من جهة، وفي إطار استكمال وارتباط بالوحدة الترابية المغربية. هي إذا ملحمة لا يزيدها مرور السنوات إلا قوة ورسوخا، فثورة الملك والشعب بدلالتها الرمزية العميقة المفعمة بقيم الوفاء والتضحية والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن ستظل حدثا راسخا